كان عامل لها خطوبة وفرح كل البنات كانت بتتحاكى بيها، وقصة حب مفيش زيها. لكن دلوقتي انفصلوا، وخبر انفصال البلوجر ضحى سيد من أحمد عبد النبي كان عامل جدل كبير على السوشيال ميديا ومقارنات ما بين البنات. إن كان دول انفصلوا فمصير باقي البنات إيه؟ فإيه بالضبط اللي حصل مع ضحى سيد وأحمد عبد النبي؟ ومن فيهم اللي اتقال عليه خاين والتاني رد عليه إزاي؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. واحدة من أهم العلاقات اللي كانت حديث السوشيال ميديا وللأسف الشديد انتهت، علاقة البلوجر ضحى سيد وأحمد عبد النبي. لو فاكرين ففي وقت ما كان اسم الاتنين دول متداول جدا، وده بفضل الخطوبة بتاعتهم واللي حصل فيها، وبرضه ليلة فرحهم لما العريس عمل احتفالات في شارع العروسة من أوله لآخره. راح لضحى سيد بأكتر من 30 عربية كلهم متحملين بأدوات للاحتفال. وللأسف علاقة ضحى وأحمد ما كملتش كتير، يدوب بعد كام شهر من الاحتفالات والهيصة اللي كانوا عاملينها دي انفصلوا بعد ما كانت علاقتهم محور كلام كل البنات، وكانوا شايفين ان الاتنين دول احلى كابلز على السوشيال ميديا والوحيدين اللي هيكملوا مع بعض بجد. وده عشان الدخلة اللي عملها طليق ضحى معاها في اول الخطوبة خالص لما راح لها تحت البيت في مشهد شافه كل الشباب على السوشيال ميديا. المهم ان الاتنين انفصلوا عن بعض دلوقتي، وطبعا خبر الانفصال ده شاغل متابعيهم، والأغلبية بيسألوا إيه السبب. وتقريبا كده السبب لمحت ليه ضحى من خلال ستوري نزلتها بنفسها على انستجرام. ضحى بعد ما أعلنت خبر الانفصال على طول طلعت في فيديو بتقول فيها إنها كويسة وبخير، وطلبت من محبيها يدعوا لها تتخطى الفترة دي، وقالت نصا كده إن في بنات ممكن تتخطى الكذب والخيانة عادي، إنما هي لأ. وده فهم منه الجمهور إنها شافت كده من زوجها السابق. شافتها إمتى بقى وفين محدش يعرف، بس بعد دقايق قليلة خالص من الستوري اللي نشرتها دي طلع أحمد ورد عليها رد بطريقة غير مباشرة برضه، وقال فيما معناه إن لما تيجي تنهي علاقة مع حد أنت كنت بتحبه ياريت ما تجيبش سيرته غير بالخير. يقصد يعني إن المفروض على ضحى دلوقتي إنها ما تتكلمش عنه غير بكل خير، ولا تذكر بقى حكاية الخيانة ولا الكذب دي أبدا. الجزء التاني اللي بدأ يلمح ليه طليق البلوجر ضحى هو إن في حسد، وحسد شديد وعين في حياته. ما وضحش بقى إن كانت العين دي هي اللي أدت لانفصالهم في الآخر ولا لأ، إنما كل اللي لمح ليه كان عن طريق ستوري نزلها على انستجرام استعاذ فيها من الحسد والعين اللي دخلوا حياته وعايزين يشوفوه في حالة سيئة. وفي النهاية البلوجر ضحى وطليقها أحمد كل واحد فيهم شال صور التاني من عنده على انستجرام، والأكاونتات بتاعتهم دلوقتي ما بقاش عليها غير الصور الشخصية للشخص بس وصور شغله، وما بقاش في صور أو فيديوهات تجمعهم ببعض نهائي على حساباتهم. أما أنتم فإيه رأيكم في اللي حصل لضحى ولطليقها، وإزاي قصة الحب الكبيرة اللي ما بينهم تنتهي بالشكل ده؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.